بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا طيبين وبخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة حلوة جدا، حلوة لحبايبي اللي عندهم السكر، مرضى السكر، وحبايبنا اللي بيعملوا دايت بقى وخايفين ياكلوا أي حاجة مسكريات، أو بيقعدوا يشتكوا من الحاجات اللي فيها نسبة سكريات كتير. فاحنا النهاردة هنختصر على نفسنا ونشيل السكر خالص من الكيكة بتاعتنا. هتعمليها ازاي يا دعاء؟ هقول لكم معايا طبعا المقادير، ونتكلم مع بعض وهندردش مع بعض واحنا بنعمل الكيكة. كيكة شايفين شكلها؟ هي اللون بتاعها البني ده، يعني ما تقلقيش من اللون، مش محروقة، هي لونها كده من البلح وقرفة عليها، يعني قرفة مع بلح، ريحة جنان والطعم خرافة. تابعوا معايا المقادير. معايا كوباية من البلح ده انا كنت بلاه شوية، حوالي نص، ما يجيش ربع ساعة كده او 10 دقايق في مية سخنة قبل ما استعمله خالص. البلح ده بتاعي من اللي انا بستعمله في الخشاب بتاع رمضان، انا كنت حاطاه في التلاجة وفايدة عندي من رمضان. حطيت عليهم كوباية من اللبن المغلي، يعني بعد ما شلته من المية المغلية وصفيته حطيت عليه كوباية من اللبن المغلي. لو انت حابة تنقعيه في اللبن المغلي وعندك وقت انقعيه في كوباية لبن مغلية، هيبقى تمام وزي الفل. معايا بقى في الشفشق الخلاط حطيت نص كوباية من الزيت، زيت ابيض يكون ريحته كويسة، معاهم بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، عليهم باكت من الفانيليا او ربع معلقة من الفانيليا. حطيت الفانيليا كده على البيض، ومعايا معلقة من الخل. انا بحب الخل وطبعا موجود لازم بحطه على جميع المعجنات عندي، فانا حطيت معلقة من الخل. هديهم تكه كده في الخلاط، ما حطيتش سكر ولا حطيت اي حاجه يعني تديني سكريات، خلاف السكر اللي انا اعتمدت عليه في البلح ده. بس السكر اللي انا اعتمدت عليه، ما حطيتش اي سكريات خالص، علشان حبايبنا اللي بيشتكوا مثلا او بيبقوا نفسهم في حاجه مثلا تكون حلوه او كيكه وخايفين ياكلوا منها. لا، هنعمل النهارده الكيكه بتاعتنا حلوه وان شاء الله يا رب تعجبكم. بعد ما سبت البلح بتاعي يتنقع شوية في اللبن المغلي، هضيفه كده في الشفشق بتاع الخلاط مع البيض والزيت. هنضربه بقى كده في الخلاط كويس مع بعضه، وبعدين نشوف هنعمل ايه. حبايبنا بقى اللي مثلا يعني، انا كانت حماتي ربنا يديها الصحة كنت عاملة كيكة بقى كده من فترة، وكان نفسها تاكل منها، بس كلت منها حتة يعني وتعبت بقى. فانا صعبت عليا ان هي مثلا تاكل حاجة او نفسها تاكل حاجة وتكون خايفة تاكل منها. فانا عملت لها الكيكة دي، بصراحة عجبتهم جدا، وحماية برضو كل منها وعجبته قوي وقال طعمها بصراحة جميل جدا. السكر بتاعها يعني ما فيش فيها سكر خالص ابيض او اي سكر احنا بنحطه. طبعا دي كوباية من الدقيق على معلقة من البيكنج باودر، رشة من الملح، وهحط كمان ربع معلقة او نص معلقة من القرفة. القرفة دي قرفة مطحونة، فانا حطيت عليها. ريحتها جميلة جدا، مش عايزة اقول لكم الريحة بتاعتها كانت عاملة ازاي، ولا الطعم بتاعها تحفة جدا. البلح مع القرفة في الكيكة تحفة جدا، ومدي طعم ومذاق جميل جدا. هنقلب كده المكونات الجافة مع بعضها كويس. انا خلتها كده بالمنخل يعني او بالمصفى السلك بتاعتي، يعني لازما انخل على الدقيق كده كذا مرة. بعد ما ضربت بقى البلح بتاعي والبيض والزيت واللبن كده في الخلاط، هصفيهم. طبعا البلح بتاعنا بيبقى فيه قشرة خشنة من بره كده، فديت يعني مش هتبقى كويسة في الكيكة، فانا هصفيها كده كويس علشان تبقى معايا شكل الكيكة من جوه، او ما تقابلناش حاجة كده تبقى اعاقة معانا. كده تمام. هنصفيها كويس كده بالمعلقة، زي ما انتوا شايفين كده. ده شكل بقى القشر بتاعنا. هطلعه كده واصفي بقية الكمية. تمام كده. صفيت بقى كمية الحاجات بتاعت السوائل بتاعتنا. زي ما انا قلت لكم بقى، في يعني حبايبتي بقى بتحب الحاجات اللي هي المعسله، بس انا برضك يعني بنبقى قلقانين، هما المرضى دول بيبقوا محتاجين حاجات كويسه، حاجات مغذيه، وبرضك حاجات تكون صحيه. وطبعا تعملي الحاجات دي برضك لاولادك، ما نعتمدش اعتماد كلي بقى على السكريات، لان السكريات ديت يعني مضره. احنا طبعا بنبقى يعني جسمنا ساعات بيبقى محتاج للسكريات، بس ما ناكلش بالطريقه اللي هي يعني تضر، ما تفيدش. بعد ما حطيت المواد كده السايلة على المواد الجافة، هنقلب كده ونحط بقى في الصينية. انا جبت الصينية بتاعتي بطنتها كده بمعلقة من الزيت ورشة من الدقيق، ونحط بقى
العجينة بتاعتنا او الكيكة بتاعتنا كده في الصينية. الكيكة بتاعتي مش هتبقى نافشة قوي، لان دي كان عيب عندي من الفرن. يعني الفرن بتاعي لقيته يعني ما ادانيش النتيجة اللي انا عايزاها في الكيكة، بس بصراحة الكيكة كانت جميلة وكانت تحفة جدا. هو بقى يعني عشان حبايبي يقولوا مثلا الكيكة مش نافشة او هشة كده، لا هو عيب بس من التسوية بتاعة الفرن بتاعي. فانا هحاول ان انا اظبطه ونشوف بقى يعني ايه المشكلة فيه. انا هزينها كده من على الوش بالبلح او بالتمر كده، يعني عشان اللي يسألني بقى انت عاملة كيكة ايه، كيكة بالبلح يا حبايبي كده. واديها رشة بقى من جوز الهند. بصراحة رشة الجوز الهند دي بقى يعني كانت ريحة برضك خيال برضك مع البلح، تحفة جدا. وكانت عاملة ريحة ومذاق جميل جدا. انا بحب جوز الهند جدا مع اي كيكة انا بعملها. انا كنت مسخنة الفرن مسبقا يعني على درجة حرارة 170 او 180. شايفين بقى طلعت الكيكة بتاعتي، قعدت حوالي يعني من 15 دقيقة ل20 دقيقة في الفرن، ما عادش كتير. هطلعها كده بقى من القالب بتاعي واقطعها. بصراحة كانت ريحتها رهيبة جدا رهيبة جدا جدا جدا. يعني تجربوها والله. ريحة القرفة مع البلح ووسط الهند بقى كده على الوش يعني عاملة ريحة تحفة. هي طعم السكريات بتاعتها خفيفة، مش يعني مش مسكرة زي ما انتوا بتحبوا الكيكات. يعني اللي بيعمل رجيم او مرضى السكر حبايبنا هيتعجبهم وهتبقى كويسة بالنسبة لهم وهتبقى حلوة وخفيفة عليهم. هنقطع بقى الكيكة بتاعتنا. هي اللون بتاعها كده يعني عشان محدش يسألني يقول لي مثلا الكيكة محروقة، لان اول ما شافوها لقيت انت حارقة الكيكة. يا جماعة لا والله، هو انا حاطة القرفة والبلح فده غمقان للكيكة، فده اللون بتاعها الطبيعي وطعمها جميل جدا. وكل اللي كل منها شكر فيه. فلايك وشير بقى واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب الفيديوهات بتاعتي تكون خفيفة وبسيطة على قلوبكم، واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. ويا رب اللي جاي يكون احسن. استودعكم الله.